الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المطلب السامي ضبط ما أشكل من الصحيحين من أسامي الحافظ الفقيه عبد الله الأشحر، زبيد اليمني الشافعي، تعليق أحمد عمر الأهدل. 2019، دار المنهاج للنشر. تحفة رائعة في سبكها وإيضاحها وانعدام الحشو فيها. مقدمة التحقيق. خطبة الكتاب. ضبط أسماء الرواة وأنسابهم ومعرفة كناهم وألقابهم ومعرفة المتفق من ذلك والمفترق والمؤتلف والمختلف، وهو علم نبيل اتفق العلماء على استحسانه وحثوا على اتقانه وأثنوا على مشيديه وهجروا مفرطيه. وروى العسكري عن مجاهد بن موسى قال: أتيت خالد بن القاسم المدائني فحدث فقال: حدثني ليث بن سعد عن محمد بن يحيى بن حبان، فقلت: حبان؟ فقال: حبان، وحبان واحد، فقمت وتركته. هو ابن حبان، فقال حبان، فتركه عشان الايه؟ الفتحة. ابن صلاح: هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. أول الأشياء بالضبط هي الأسماء، لأنه لا يدخلها القياس ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها. إعجام المكتوب. كتاب الدارقطني وابن مكولة وعبد الغني بن سعيد، ومنهم كان خاصا برجال الصحيحين، والموطأ كتاب القاضي عياض مشارق الأنوار، ومنها ما هو خاص بالصحيحين ككتاب أبي علي الغساني تقييد المهمل وتمييز المشكل. وقد عقد الحافظ ابن حجر مقدمة كتابه فتح الباري فصلين هامين ذكر فيهما ما يتشابه من أسماء الرواة وألقابهم. اسمه ونسبه، مولده ونشأته، دخول مكة، نظمه وشعره. جمال الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأشحر الزبيدي، متوفى 989 هجري، زبيد باليمن. وبنو الأشخر بيت علم وصلاح يسكنون قريب من بيت الشيخ قريبا من الضحي، وبها قبر صاحب الترجمة. انتهى. ولد مترجم له 945، نشأ في حجر والده العلامة أبو بكر الأشخر. حج به وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك الحجة وزيارة سببا في هدايته ورجوعه لطلب العلم. شيوخه: شرح حديث أم زرع وهو آخر مؤلفاته. علوم القرآن، الفقه، حديث، النحو، علم الكلام. وصف النسخ الخطية، النسخ الورقية، النسخة التيمورية، نسخة الجامع الكبير، نسخة دار كتب المصرية، النسخة المحمودية، حول الزيادات الموجودة في بعض نسخ النظم. عملي في تحقيق النظم، تعليق على النظم، موقع في قرة العين. عنوان المنظومة: منظومة في رجال الصحيحين. صور من النسخ الخطية،
المطلب السامي في ضبط ما أشكل في الصحيحين من الأسامي. جمال الدين محمد بن أبي بكر بن عبد الله الأشخر. الخطبة: نحمدك اللهم يا ذا الكرم على جميع سابغات النعم، حمدا به نستمطر المزيد ونقتدي إحسانك المديد، ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه الكرام، ما صدحت ورق على البشام. فاحفظ هذه القصيدة فإنها منظومة مفيدة في ضبط ما يخشى من الأسامي إشكاله، فكن أخ اهتمامي تحفظهما لتأمن الخطأ فيه ما في الصحيحين من المختلفين. أبين أضممه للموحدة فافتح وتحتية مشددة، لكن أبي اللحم مثل آتي في مسلم قد جاء في الزكاة، أبجر بالفتح فباء موحدة، فالجيم فالراء بوزن أحمد، أساسة مكرر الثاء التي قد سلست وهو بضم الهمزة، أسبج بالساء سلست فمفرد، فالجيم ثم وزنه كأحمد، أحمد بالحاء أهملت وأحمر بها مع الراء بحيث يذكر، وأعجم الخاء من اسم الأخرم، الأزدي بالراء أتى في مسلم، بالخاء أعجمت فزين أخزم، والد زيد وفتح أسلم، والزاي سكن إن أتى الأزدي، لكن بواو قد أتى الأودي، عمرو بن ميمون وعبد الرحمن وهو أبو قيس أبوه ثروان، وسكن السين من الأزدي. طبعا إيه إطلالة سريعة على القصيدة من أولها لآخرها. وقل بعين أهملت يعفور، بالفاء والراء وزنه منصور، يعمر بالفتح وجزم المهملة، والميم بالفتح ومن يضمن فلا، آخره راء وتم المطلب بحمد من منه السداد، وتم المطلب بحمد من منه السداد يطلب، ثم الصلاة والسلام الزكي، ما سطحت ورق على الأراك على النبي الهاشمي أحمد والآل والصحب مصابيح الهدى. فهرس المصادر والمراجع: الجرح والتعديل، كتب المجال، مجمع مختص، معرفة أنواع علوم الحديث، ضبط ما أشكل من الصحيحين. شكرا.